نبي نركب غدانا بالطريق حتى لو وصلنا يصير جاهز. طبعا سخنا الماء عشان يصير أسرع، ونضيف البهارات. هذه بهارات البيضة. نضيف كزبرة شوي، نضيف شوية ثوم مطحون، نضيف الدرسين قرفة شوي مو كثير، ونضيف بهارات الكاري. كلها تطعيمات خفيفة. وبعد ما أضفنا الملح نضيف المعجون. الآن نحركه مع بعض. قبل ما نحط اللحمة نضيف اللحمة فوقه، ونضيف شوية بطاطس فوق الرز. أنا خلاص نضغط لحم، أعطانا 13 دقيقة، نزوده نخليه 21 ولا 22 دقيقة، والوعد المكشاف. تصطفق غدرانها والسيل يداوي، وابل على السهل واخضر غريبة، بأمر رب الكون والرزق متساوي. بداية الطشاش خفيف على حديث بحيرة القدر، مكشاتنا فيها إن شاء الله. بسم الله. من أسوأ المناظر اللي تشوفها في صحاريها، شوفوا كيف ماشيين مخلين مخلفاتهم. يا جماعة أنا ما أدري متى تنتهي هالظاهرة هذه أو هالمشكلة. شوف الحاويات هناك، هذيك حاويات حطوها البلدية ما قصروا، لكن شيء غريب والله يا جماعة. الناس هذه ما أدري كيف عايشة، يعني ببيوتهم يقبرون كذا. شوفوا الحين تبي مكان نظيف ما تقدر تقعد. شوفوا كيف كله مخلفات. شوفوا المخلفات هنا، شوفوا الأكياس، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني بالكاد تلقى لك هالبقعة الصغيرة هذه، ولا كل المكان مخلفات. والله لو تعاوننا وكل واحد منا شال مخلفاته إن ما نشوف هالمنظر ذا أبد. وهذه الحاوية جنبنا، صراحة شيء يقهر. شوف من اليوم المخلفات معنا. شايفين كيف على طول الطريق ماشية هالمخلفات. وجيد لو بلديتنا بلدية حفر باطن يعني يرسلون برضه العمالة يقومون بالتنظيف. عاد الشكر الله، يعني الله بلانا بناس ما ينظفون. حسن الله يعني. يا حليلهم هذول من المتابعين جو يعزمون من أهل ديرة القلت الهجرة نفسها. الله يوفقهم، شباب محترمين جدا. وصلنا مكاننا، من اليوم ندور مكان، وهذا غدانا باقي عليه دقيقتين، وما مداني خلص ترتيب الجلسة إلا شاركني بتجهيزها أبو سامة. بيض وجهك يا هلا. هذا غدانا جاهز طبعا، الحين حول على التسخين، بس ننتظر ضيفنا اللي جاي من الزلفي. الظاهر ما جابك إلا راعي الزلفي أبو سامة. لكن تشوف الأجواء ما شاء الله، رذاذ، مو برذاذ، مطر خفيف. نتغدى هنا وبيزبط لنا بريق أبو سامة. حنا نسينا الرويال أو ما أدري، أخذه واحد مني من الدرج، لكن من حسن حظنا لقينا هالعلاق ذا طايحين في الدرج. الغضا بعد رهيب 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 مرة العلاق. اي لا لازم يبيلها زيادة، ترى يبيلها 2 بعد. اي. وهذا ضيفنا وصل، هذا عبد الرحمن الفهيد ابو عبد الله صاحب محل طيور الحباري. يا مرحبا، يا هلا، الحمد لله على السلامة. جبناكم يا اهل الزلفي. ها ترى عاد يقرب لعبد المحسن الفهيد. وعبد المحسن ما يدري انه جاي. ها يلا حي، الله يبارك فيك ويسعدك. الغدا جاهز يلا. اي لا الحفر غير هالسنة ان شاء الله المملكة كلها عندنا، الخليج كلها عندنا ان شاء الله. بحيرة الكسر ما جاها شيء، لا سحبنا الماء عندنا بحيرة القلت. ودام هو وصل ضيفنا خلاص الحين نطفيه ونطلعه، بس نفصل السلك اللي وراء ونقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. عشت كبسة مطرة.
والله طبعا الماء زايد شوي لكن الحمى شو وقعها. اوه شوف الحمى ما شاء الله تبارك الله مع الزبادي. سلام على الاجواء. شوف اجواء حضر باطن. انت لين مطر نبي نتغدى بسرعة. وهذه صايرتن كبسة بر صدق. شوفوا عجينة مع الزبادي بتطلع كائفة والشطة. اي وانه يكون اشياء العزبة على طول موجودة معك بالسيارة، يعني ما بغيت تكشف. طبعا اقنعنا ابو اسامة يركب طابق ويركب لمبات. تخيلوا مع جيب له 5 سنوات ما فيه لمبة واحدة ما فيه. يا اخي ما يصير. المشكلة يوم اقتنع في الطابق قال لا ما في طابق ابي ادراج على طول. لا بيظبطه يطير الحباري ابو عبد الله. اي والله عاد يقرب لك ما يحتاج. شوف انا بركب طابق وبركبه وبيطير معه. وطير بعد طير على طول. الراعي اللي بركب حط الطيار. هذا من الشغله الجديده اللي ركبه ابو عبد الله طيور الحباري الله يبيض وجهه. اختراع طبعا. ارسل الموتر وفيه هذه جاهزه. انا ما دريت عنها الا يوم جاء، لكن شيء جميل جدا. سناره ثابته في السله من فوق تصير خلف ذا مخفيه. والميزه انها تعطيك اضاءه هنا تحت. اطفي اللمبه الحين تشوفون. ابى اطفي السناره اللي فوق. شوفوا كيف وضع الاضاءه. واذا شغلناها شوفوا الفرق. بيض الله وجهك كذيب. اي والله. بس ابو سامة لا تصلح لنا نفس هذه. ابو سند ما شاء الله موترك بقاعة ذهبية نورة. ما شاء الله. قاعة افراح. ما شاء الله. هذه خلى ابو سامة بعدين مو بالحين. لا عندنا طريقة جديدة. ابو سامة عطه بس واحدة من هذه كافي. الموسم الجاي عاد نعطي طريقة جديدة. لو عندي بركب اللمبة ب5 ريال. قضينا من طلعتنا الحمد لله. شوفوا مكان نظيف.